النهاردة هنتكلم عن كلمة الذكر. كلمة الذكر في القرآن جت برضو على معاني كتير. جت بمعنى ذكر اللسان، ذكر اللسان أي الذكر باللسان، يعني في قول الله عز وجل: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، سورة البقرة. وده مقصود به ايه؟ ذكر اللسان. جت بمعنى ذكر القلب في قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا الله. لا نرجع تاني نقولها: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون في سورة آل عمران. طبعا ذكروا الله هنا مقصود بها أنه ذكروه فين؟ بالقلب، يعني تنبه، يعني عمل المعصية فتنبه بقلبه وتذكر الله بقلبه فاستغفر بلسانه. يبقى جت بمعنى ذكر القلب. جت برضو بمعنى الحفظ في قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبقى هنا واذكروا ما فيه بمعنى ايه؟ الحفظ. جت بمعنى الطاعة والجزاء، الاثنين مع بعض في آية واحدة في قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. فاذكروني هنا مقصود بها ايه؟ اطيعوني. اذكركم اي اجازيكم على طاعتكم. جت بمعنى الصلوات الخمس. كلمة الذكر جت بمعنى الصلوات الخمس في قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون في سورة البقرة. كلام عن الصلاة الخمس. جت أيضا بمعنى العظة: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. سورة الأنعام. العظة: فلما نسوا ما ذكروا به أي ما وعظوا به. جت أيضا بمعنى العظة في آية أخرى على سبيل المثال برضو: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى وذكر هنا يعني ايه؟ وعظ، عظ. جت بمعنى البيان: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون في سورة الأعراف. طبعا ذكر من ربكم على رجل منكم يعني ايه؟ بيان. جت بمعنى الحديث، الحديث اللي هو الكلام يعني: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني حدثوا عني، اتكلموا عني. دي في سورة يوسف. جاء الذكر بمعنى القرآن في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى الكلام ده عن إيه؟ عن القرآن. جت كمان بمعنى القرآن في حتة تانية في سورة إيه؟ في سورة الأنبياء في قول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. طيب جت كلمة الذكر بمعنى التوراة في قوله: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مقصود بها اسألوا أهل التوراة اللي هم اليهود. دي في سورة إيه؟ الأنبياء جت واحدة، وفي سورة كمان النحل جت في سورة النحل. وعندك كمان الذكر جه بمعنى الخبر
شوف في سورة الكهف ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يعني ايه؟ خبرا. جت بمعنى الشرف، كلمة الذكر جت بمعنى الشرف في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، سورة الزخرف، يعني شرف لك ولقومك. جت أيضا بمعنى العيب، يعني ان الانسان يعيب على شيء، في قول الله عز وجل: واذا رآك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر آلهتكم اي يسب آلهتكم ويعيب عليكم فيها، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون، في سورة الأنبياء. ده الذكر بمعنى اللوح المحفوظ في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، في سورة الأنبياء. أهو الذكر هنا اللي هو اللوح المحفوظ. الذكر جاء بمعنى الثناء في قول الله عز وجل عن الشعراء في سورة الشعراء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يعني المقصود به الشعراء إذا قالوا من الشعر ما فيه ثناء على الله. جاءت الذكر بمعنى الوحي: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى، اللي هو الوحي، دي في سورة الصافات. ده كلمة الذكر بمعنى الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله عز وجل: قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، في سورة الطلاق. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى. إيه هو؟ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. جاء أيضا كلمة الذكر بمعنى الصلاة في قول الله عز وجل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يبقى جت في سورة العنكبوت وبمعنى الصلاة. جاء الذكر أيضا بمعنى صلاة الجمعة على وجه الخصوص: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي إلى صلاة الجمعة. دي في سورة الجمعة. جاءت بمعنى صلاة العصر، صلاة العصر في قصة سيدنا سليمان في سورة صاد لما عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي عن صلاة العصر، شغلته الخيل عن صلاة العصر. نيجي بقى لكلمة الدعاء. طيب الذكر جه بكم معنى بقى؟ 20 وجه لكلمة الذكر. نشوف كلمة الدعاء بقى. الدعاء طبعا انتوا عارفين الحديث: الدعاء مخ العبادة. جه كلمة الدعاء بمعنى العبادة فين؟ في قول الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، سورة يونس. طبعا كلمة ولا تدع من دون الله يعني ولا تعبد من دون الله. جاء بمعنى الاستعانة، الدعاء بمعنى الاستعانة فين؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. يبقى الدعاء هنا هيبقى هيبقى الاستعانة، هيستعينوا بشهداءكم، والشهداء هنا لها معنى تاني لسه هنجيبها. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، دي في سورة البقرة. الدعاء جاء بمعنى السؤال في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، في سورة غافر.
الدعاء جاء بمعنى القول. فين؟ دعواهم فيها، أي قولهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني آخر إيه؟ قولهم برضه. جاء الدعاء بمعنى النداء، النداء في قوله عز وجل يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليل، سورة الإسراء. هنا يوم يدعوك يعني إيه؟ يوم يناديكم. جت بمعنى إيه كمان؟ التسمية. الدعاء بمعنى التسمية في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الدعاء هنا بمعنى ايه؟ التسمية، يعني ما تسموهوش كما تسمي بعضكم بعضا، يعني ما تندهلوش باسمه. دول كم بقى معنى في الدعاء؟ ستة. نيجي للإحصان. الإحصان زوجي بالإحصان بمعنى الحرية. شوف جاي الإحصان بمعنى العفة كمان. الإحصان بمعنى العفة. فين؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، سورة النور. المحصنات هنا اللي هم مين؟ العفيفات، لأن الرمي ده اللي عقوبته الجلد 80 جلدة مش شرط انه يكون اتهم واحدة متزوجة، يصح يتهم بنت مش متزوجة لكن عفيفة فيتهمها بالزنا ظلما، ما يجيبش الشهود يجلد 80 جلد. يبقى الذين يرمون المحصنات، المقصود بالمحصنات هنا ايه؟ العفيفات. يبقى الإحصان هنا بمعنى ايه؟ العفة. الإحصان جه طبعا بمعنى التزوج وجه بمعنى الحرية، الاثنين في آية واحدة، اللي هي ايه بقى؟ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. يبقى المحصنات هنا اللي هم ايه؟ الحرائر، اللي هم ايه؟ لانه مش هيتجوز واحده متجوزه، يبقى المحصنات هنا بمعنى ايه؟ الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. يبقى محصنات هنا ايه؟ اي متزوجات بالزواج يعني، وكررها في نفس الايه. فإذا أحصن بمعنى إيه بقى؟ تزوجنا. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات أي المتزوجات أي الحرائر هنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، اللي هم المحصنات دي بقى التانية تبقى اللي هي إيه؟ الحرائر. ودي طبعا جت في سورة النساء، وفي الآية دي الإحصان جه بالمعنيين، معنى التزوج ومعنى إيه؟ الحرية. دي أمثلة للوجوه في كلمات القرآن. طبعا الوجوه مش بس في الكلمات، في الحروف، ومش بس في الحروف، في الآية نفسها. تجد الآية نفسها لها وجه، تبص لها من ناحية تانية تلاقي لها إيه؟ وجه إيه؟ آخر. تبص لها تلاقي لها وجه ايه؟ زي النهارده ما كنا بنتكلم والخطبه مش متسعه للكلام، الواحد نفسه يقول لكن ما عندوش فرصه الوقت. زي مثلا وما يشعرون، كلمه وما يشعرون دي لها وجهين، وما يشعرون ان امرهم مكشوف، او وما يشعرون انهم مفسدون فعلا، لان هو واحده من الاثنين. اما تقول الا انهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون، واحدة من الاثنين، يا اما يفسد ولا يدري انه يفسد ولا يدري. زي ايه؟ مثال لحياتنا الان، بتبص تلاقي الراقصة او جابوا واحد مثلا ديك النهار بيعمل رقصات، بيصمم رقصات، جابوه يسألوه عن تصميم الرقصات دي في مهرجان من مهرجان المحافظات، فبيتكلموا معاه فقال لهم والله ربنا سبحانه وتعالى وفقني، وده توفيق من الله سبحانه وتعالى، وعمال يتكلم عن ربنا وعن توفيق الله له
كيف انه صمم رأسة تشترك فيها جميع الدول، الجريج على الطليان على الالمان على الافارقة على البرابرة، كله مع بعضه بيرقص رأسة واحدة. فبتسأله المذيعة ازاي؟ قال لها ده توفيق بقى من ربنا. طيب هل هذا اصلاح؟ هل هذا اصلاح؟ وربنا جاب سيرة الناس اللي مش بتكلم على واحد معين، استغفر الله يعني، انا بتكلم بضرب مثال عشان نفهم بس. ربنا جاب سيرة ناس قال ايه؟ هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. شوف المصيبة السوداء. فيبقى الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ممكن وجهها ايه؟ انه يفسد ويعتقد انه يصلح. طب ده بقى فاهم غلط، يعاقب ويعذب. ايوه، ليه؟ لانه لم يتحرى الحق، لم يبحث عن الحق، لم يسعى اليه، فيعاقب لانه لم يتحرى الحق. ادي نوع. وجه تاني، دي ايه احنا قلناها النهارده لكن ما كناش نقدر نطول يعني فيها. الا انهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. اذا هم يفسدون في الارض ويعلمون انهم يفسدون ولكنهم لا يشعرون ان الناس من الذين امنوا يرون ذاك الفساد ويشعرون به، وان الله قد كشفهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وسماهم له بالاسم، فلان وفلان وفلان وفلان. زي عبد الله بن ابي بن سلول كان فاهم ان النبي مش حاسس بيه عليه الصلاه والسلام مثلا. او كلمه ولا يشعرون دي، ودي كتير قوي بقى في القران، زي بالظبط في سوره الخاصه بالنمل، سوره النمل. قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ممكن معناها يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون انهم يحطمونكم، وتبقى المساله خطا، يبقى قتل ايه؟ خطا. وممكن لا يحطمنكم سليمان وجنوده خلاص وهم لا يشعرون، اي سليمان وجنوده لا يشعرون بكلام النمله لاصحابها، سمعها بس سليمان، يبقى وهم لا يشعرون. ده استئناف الجمله مش من كلام النمله، الكلام مش كلام النمله انما استئناف. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. مين اللي قالها؟ ممكن امرأة العزيز وتصح، وممكن يوسف وتبقى صح. واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ فالوجوه مختلفة مش بس في الكلمات، احنا بندي كلمات ازاي بتدي وجوه في الحروف. الحروف هتيجي بقى، ده الحروف دي لها موضوع كبير قوي، كبير جدا هنتكلم فيه ان شاء الله، لانه بداية الكلام الحرف مهم قوي يوريك الوجوه المختلفة في الحروف. اما في الايات فما لهاش عد، ما لهاش حصر. فإنك لن تبلغ درجة الفقه حتى تعلم أن للقرآن وجوها. عشان كده ما تصرش على تفسير معين، ما تقولش هي دي معناها، دي معناها ازاي؟ الله أعلم بمراده. ولذلك السادة العلماء الشيخة الأفاضل المفسرون، الرعيل الأول كان يكتب والآخر يقول إيه؟ والله أعلم. أعلم يعني إيه؟ أعلم بمراده، مش أعلم أفعل تفضيل. يعني ما يقولش والله أعلم بمعنى أنا عالم والله أعلم مني، لا، والله اعلم هنا معناها والله اعلم بمراده بس، مش افعل تفضيل دي، اي عالم بما يعني يريده من معان. ما هيش افعل تفضيل، لان ما فيش مقارنه بين علم حد وعلم ربنا، حتى انك تفضل ربنا على غيره وتقول الله اعلم من الناس. زي اكبر، الله اكبر، اي كلمه اكبر افعل تفضيل، لكن مع الله ابدا يستحيل، لانك لو قلت الله اكبر اي اكبر من غيره تبقى مصيبه سودة. ازاي تجيب، ازاي تحط الناس مع ربنا، ازاي تحط المخلوق مع الخالق، ازاي تحط التراب مع اللي صنعه، ازاي؟ فكلمه اكبر مش افعل تفضيل. زي مثلا المفعلات، زي مثلا المضاربه، ضاربته، صيغه المفعله لازم تكون بين اتنين. حادثته لازم تكون بين اتنين. يخادعون الله على غير بابها، ودي برضه على المنبر النهارده ما كانش الوقت يتسع، لكن قلناها كده جاريه، ما اعرفش الناس استوعبتها ولا لا. استغفر الله العظيم، ربنا يقينا شر الزرق. لما قلت ان هو التصوير بتاعها كانهم، لكن معقول يخادعون الله ازاي؟ يعني هم يخدعوه هو يخدعهم، هم يخدعوه ما تجيش. فالمفعله دي زي مثلا عافاك الله، دي صيغه معافاه، ما هي صيغه مفعله. لما تقول واحد ايه عافاك الله، صيغه ايه؟
المفاعلة اللي هي ايه؟ فاعل، ادي معنى المفاعل، ان تكون من الاثنين. فنقول ضربته، شاتمته، حاربته، كل ده يبقى انا بديله وهو بيديني من نفس الفعل. لكن على غير بابها كتير قوي جت في القرآن. لما تقول مثلا، انت ما تقول ايه؟ عاقبت اللص، لما ربنا قال فعاقبوهم، فإن عاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. فإن عاقبتم دي معناها إن هم يعاقبوكم وأنتم تعاقبوهم أبدا. أما تقول عاقبتم اللص صيغة مفعلة على غير بابها. عافاك الله يا أخي، عافاك الله، يعني معنى كده إنك أنت تعافي ربنا وربنا يعافيك، استغفر الله. خدت بالك؟ فالوجوه في القرآن كتير كتير كتير، واحنا بنضرب امثله كده واحنا ماشيين. هنيجي بقى نتكلم عن حاجه تانية خالص. في كلمات جت في القرآن لا تحمل الا وجها واحدا في القرآن كله، لكن لها استثناء واحد عاوزين نحصرها. خدت بالك؟ خد بالك، بنقول ايه؟ كل ما في القرآن من ذكر الاسف، من ذكر الاسف، اسف، يأسف، آسفه، آسفون، كل ما هو من اسف. زي مثلا ما قال يا اسف على يوسف، يا اسف على يوسف. كل كلمة اسف بتفعيلاتها المختلفة في المضارع والماضي وكل ده معناه ايه في القرآن؟ الحزن، الحزن على طول، الا في موضع واحد بمعنى الاغضاب، في قول الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، أي فلما أغضبونا، لأن ربنا لا يأسف ربنا لا يحزن أبدا. عارفين دي في سورة مين؟ في سورة ايه؟ الزخرف، في سورة الزخرف. فلما آسفون، يبقى فلما آسفون بمعنى ايه؟ أغضبون، الوحيدة في القرآن. بعد كده كل كلمة أسف في القرآن تمشي عليها معناها ايه؟ الحزن. طيب البروج، كلمة البروج في القرآن كله بمعنى واحد ما فيش غيره، الكواكب، الكواكب بروجا، وسورة البروج، وكل ما جت فيها كلمة البروج بمعنى ايه؟ الكواكب، ما عدا موضع واحد بمعنى القصور، جمع قصر، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة في سورة النساء، معناها ايه؟ القصور. لكن كلمة البروج بعد كده حتى السورة، سورة ايه؟ في سورة اسمها سورة البروج، والسماء ذات البروج اي الكواكب. طيب كلمة بخسه، يبخس ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تبخسوا الناس اشياءهم. كلمة البخس بجميع تفعيلاتها في القرآن معناها النقص، معناها ايه؟ النقص، ما عدا موضع واحد فقط في سورة يوسف، وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين. اي بخس هنا لو خدتها نقص يبقى معناها ايه؟ خد بالك من المعنى الخطير، ان الشراء كان صحيحا، كل ما هنالك انهم خدوا يوسف بتراب الفلوس، لكن الشراء هنا باطل، لان يوسف حر والحر لا يباع، فاذا بيع الحر كان ثمنه حراما. واضح ولا مش واضح؟ يبقى كلمة بخس هنا ايه؟ معنى حرام على طول. وشروه بثمن بخس اي بثمن ايه؟ حرام. بعد كده كله يجيب بقى، ده ترشيح، اسمه ترشيح في اللغة، دراهم معدودة، بيوري لك ان الحرام مهما كثر فهو معدود، فهو معدود، اما الحلال فلا عد له ولا حصر. انت واخد بالك؟ فكلمة بخس في القرآن كله معناها ايه؟ نقص، ما عدا وشروه بثمن بخس، لان ده حرام. بعد كده لما تيجي ليوسف كيوسف، الارض بما عليها ما تساويش ضفره، ضفره هو له ثمن؟ هو يوسف له ثمن؟ يا خبر ابيض له ثمن ازاي؟ ملوش ثمن. كيف يقدر ليوسف ثمن؟
كيف ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، كيف لما نزلوه طفل في البئر نزل جبريل ياخده في حضنه ويغطيه ويلبسه. تيجي ازاي يعني؟ ها تيجي ازاي وهو صغير كده ومرمي وزعلان؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول له ما تخافش، هيجي اليوم ووقفهم لك كلهم قدامك تتحكم فيهم زي ما انت عاوز. مش لما القوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. كان لسه طفل، كان لسه طفل، كان لسه طفل، فده لا يقدر بثمن. يبقى لما اقول وشروه بثمن بخس اي ثمن ايه؟ حرام. بعد كده دراهم معدوده يوري لك ان الحرام مهما كثر فهو معدود. خد بالك بقى، كلمة بعل يعني ايه؟ زوج، مش كده؟ واذا جت في القرآن في جميع القرآن معنى كلمة البعل اللي هو ايه؟ زوج، ما عدا موضع واحد في القرآن. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين في سورة ايه؟ الصافات. بعلا هنا اللي هو مين؟ صنم، صنم اسمه بعل. أتدعون بعلا يبقى مش معنى زوج ولكنها اسم ايه؟ لصنم. طيب بكم بقى، صم بكم عمي. كل كلمة أبكم أو بكيم أو بكم تفعيلات الكلمة معناها ايه في القرآن؟ أخرس عن النطق بالحق، لكنه متكلم، لكنه ايه؟ متكلم، زي الآية بتاعت النهاردة صم بكم عمي. هل كانوا صم؟ أبدا، ده حتى وراها قال يجعلون أصابعهم في آذانهم، مش كده برضو؟ يبقى الصمم هنا صمم عن سماع الحق رغم وجود الحاسة. والبكم هنا معناه ايه؟ انه بكيم عن ايه؟ او ابكم، هو ابكم وبكيم الاثنين بمعنى واحد. ابكم يعني ايه؟ يعني اخرس عن النطق بالحق، ما عدا الموضع اللي فيه البكم بمعناه الايه الثاني. خد بالك، شوف الآية دي بتقول ايه؟ ومن يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. سورة الإسراء. خد بالك من دي، خد بقى كمان دي. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ سوره النحل. الابكم اللي في سوره النحل والبكم اللي في سوره الاسراء معناها انه اخرس عن النطق بالحق؟ لا، عدم القدره على الكلام مطلقا. اخرس ما بينطقش، ده اللي في سوره النحل. اللي في سوره الاسراء يحشرهم على وجوههم عميا وبكما. بكما هنا ايه؟ مفيش ولا كلمه. حتى العمى كذلك عمى، لانه قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. يبقى العمى في الاخره ده عمى ايه؟ عمى الحاسه، مش عمى القلب، عمى الحاسه. واضح؟ طيب الجثو يجثو على الركب، يعني يرقى على ركبه. لكن كلمة الجثي جت في القرآن بمعنى ايه؟ الجمع. جثيا بمعنى ايه؟ جميعا، مش بمعنى الركب، ما عدا موضع واحد. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. سورة الجاثية، فمعناه تجثوا على الركب، على ركبها. طب جثيا جت بمعنى جميعا فين؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يعني ايه هنا بقى؟ جميعا. اخدت بالك ولا مش اخد بالك؟ يعني ايه هنا؟ جميعا، مش على ركبهم. طيب
الحسبان معناها العدد على طول، من الحساب، من الحساب. الشمس والقمر بحسبان، يعني ايه؟ بحساب. والحساب اللي هو عبارة عن ايه؟ العدد. وعلم الحساب يعني ايه؟ علم ايه؟ العدد. الحساب معناه ايه؟ العدد، سواء بقى العدد مضروبا او مطروحا او مجموعا او مقسوما او الجذر التربيعي او التضعيفات، كل ده عبارة عن ايه؟ عدد. عدد. علم الحساب هو علم ايه؟ العدد. فكل كلمة حسبان في القرآن بمعنى ايه؟ العدد. ما عدا، ما عدا ايه؟ سورة الكهف، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الحسبان هنا بمعنى ايه؟ العذاب. الحسبان هنا بمعنى ايه بقى؟ العذاب. طب الحسرة، كل حسرة في القرآن معناها الندم، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساكرين. كل حسرة في القرآن معناها ايه؟ الندم. إلا أرناها النهاردة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. معناها هنا ايه بقى؟ حزن مش ندم. طبعا في فرق بين الندم وفي فرق بين ايه؟ بين الحزن. واحدة ابنها مات تبقى حزينة ولا تبقى ندمانة؟ تبقى حزينة. واحد عمل حاجة غلط وبص لقى النتيجة مصيبة سودة، يبقى ندمان ولا حزين؟ ندمان. فكل حسرة في القرآن تأتي بمعنى الندم، ما عدا كلمة الحسرة في آل عمران دي اللي قلناها معناها ايه؟ الحزن. طيب كل دحض، دحض معناه ايه؟ الباطل. الباطل على طول، لان كلمة الدحض انتوا فاكرين فسرناها المكان الدحض المكان اللي الزلق، يعني لما يبقى الارض وسخة وفيها طين وتزحلق فيها يبقى الارض اسمها ايه؟ الارض دحض. فكل كلمة دحض بتفعيلاتها معناها ايه؟ الباطل. لما بيقول يدحضون به الحق، مش كده؟ يدحضون به كتير جت، كتير زي سورة ايه؟ الكهف مثلا. في سورة ايه؟ الصفات عن سيدنا يونس فساهم فكان من المدحضين، يعني المقروعين. كل كلمة رجز في القرآن هو العذاب. العذاب. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، مش كده؟ كل كلمة رجز معناها ايه؟ العذاب. واصل كلمة رجز الاضطراب. الاضطراب. الاضطراب يعني ايه؟ يعني ايه؟ الرعشة. اي كلمة رجز معناها ايه؟ الاضطراب. عبر عن العذاب بالرجز باعتباره ضمن من آثاره. دايما ساعات في القرآن يعبر عن الحاجة بأثرها، زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى ما بيقول الشمس جعلنا الشمس ضياء والقمر نور. فيبقى النور هنا القمر مش نور، ده من آثاره النور، والشمس من آثارها الضياء. فقد يعبر عن الشيء بأثره. فالرجز بيعبر به عن العذاب لأنه من آثار العذاب إن الإنسان لما ينزل بالعذاب يعمل إيه؟ يضطرب. ما عدا وضع واحد بس، كلمة واحدة بس. الرجز معناه الصنم، في قول الله عز وجل في سورة المدثر والرجز فاهجر. يبقى الرجز هنا مش معناه العذاب، معناه ايه؟ الصنم. والرجز فاهجر. طيب كل كلمة ريب، احنا فاكرين لما الريب شرحناها قلنا لا ريب فيه. قلنا الريب هو الشك، هو الظن، هو التهمة. ظن اي الظن، والتهمة والشك، او هو شك فيه تهمة. فكل ريب في القرآن فهو الشك،
ما جاء في سورة ايه الطور ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فكلمة ريب هنا مش معنى الشك، معناها حوادث الدهر. ريب المنون اي حوادث ايه الدهر. طب الرجم معناه ايه؟ الرجم على طول بالحجارة، القتل، مش كده؟ فكل رجم في القرآن معناه ايه؟ القتل، ما عدا مواضع اتنين ما فيش غيرهم. واحدة في سورة مريم، سيدنا ابراهيم بيكلم ابوه بيعظه، فرد عليه قال له قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أرجمنك هنا يعني إيه؟ لأشتمنك. الرجم هنا معناه الشتم، وإلا ما كانش قال له واهجرني مليا. منين هيقتله ومين بيقول له امشي وسيبني؟ طيب يبقى دي معناها الشتم. جت بقى في سورة الكهف ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب. يبقى الرجم بالغيب هنا بمعنى ايه؟ الظن، بمعنى الظن. يبقى الرجم معناه في القرآن كله القتل، ما عدا في سورة مريم بمعنى الشك، في سورة الكهف بمعنى ايه؟ الظن. طب كلمة الزور في القرآن كله تعني الكذب مع الشرك. لازم تعني الكذب مع ايه؟ الشرك. ما عدا بقى فين؟ في سورة المجادلة فيها الزور بمعنى الكذب من غير شرك. فين؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. لأن دول صحابة ما يشركوش بالمؤمنين، يبقى يقولون منكرا من القول وزورا أي كذبا بس بغير إيه؟ شرك. طب كلمة الزكاة معناها المال على طول، ويؤتون الزكاة يعني إيه؟ مال على طول، يؤتون ايه؟ مال. الزكاة هو نصيب من المال محدود معلوم مقدر، فكل ما فيه من زكاة فهو المال، إلا في سورة ايه؟ مريم وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. يبقى الزكاة هنا معناها ايه؟ التطهير. ككلمة زكاة طبعا غير كلمة يزكي، هو يزكيكم أي يطهركم. مش بنتكلم عن الفعل، بنتكلم عن كلمة زكاة بس. كل ما فيه من زيغ بقى، زيغ فهو الميل عن الحق، الميل عن الحق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يزاغوا عن ايه؟ عن الحق على طول. فكل كلمة زيغ معناها الميل عن الحق، ما عدا موضع واحد في سورة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. إذ زاغت الأبصار هنا أي شخصت. طب كلمة السخر أو السخرية معناها إيه؟ الاستهزاء على طول، معناها إيه؟ الاستهزاء، ما عدا موضع واحد. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالسخرية هنا بمعنى التسخير والاستخدام في سورة الزخرف الوحيدة. كلمة سكينة في القرآن كله معناها ايه؟ طمأنينة. فأنزل الله سكينته على رسوله. كل كلمة سكينة في القرآن تعني الطمأنينة، ما عدا في سورة البقرة وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم
وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. السكينة هنا بمعنى ايه بقى؟ اثر من اثار موسى وهارون. التابوت صندوق فيه سكين، عصاية موسى، في اثار من اثار موسى وهارون، فسميت ايه؟ سكينة، لكن مش بمعنى الطمأنينة. طيب كلمة سعير بقى، سعير وتفعيلاتها معناها ايه؟ جهنم، النار، مش كده؟ ما عدا موضع واحد في سورة ايه؟ القمر، ان المجرمين في ضلال وسعر. نتكلم عنهم فين؟ عن الدنيا، في ضلال وسعر. السعر هنا عناء، السعر بمعنى ايه؟ العناء. طب شيطان، كل ما فيه كلمة شيطان هو مين؟ ابليس، ابليس على طول. والشيطان قلنا من شطناء يعني بعد، مش كده؟ وسمي شيطان لانه بعد عن الحق والخير. فكل ما فيه شيطان هو ابليس وجنوده، جنوده كمان، الا اللي قلناها النهارده، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. شياطينهم هنا بمعنى رؤساؤهم في الضلال، رؤساؤهم ايه؟ في الضلال. طب كلمة شهيد غير القتيل في سبيل الله يعني بمعنى ايه؟ الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، مش كده برضو؟ فكل كلمة شهيد غير القتيل في سبيل الله بمعنى ايه؟ الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ما عدا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا. الدعاء هنا بقى طبعا ايه؟ الاستعانة زي ما قلنا، مش كده؟ وادعوا شهداءكم من دون الله، أي وادعوا شركاءكم من دون الله. فالشهداء هنا بمعنى ايه؟ الشركاء، إن كنتم صادقين. دي في سورة البقرة. طيب كل كلمة أصحاب النار في القرآن كله مين هم؟ كفار أهل النار، العصاة المخلدون فيها أو المعذبون في جهنم. هل ممكن تيجي كلمة أصحاب النار غير كده؟ تيجي ناس كويسين تصور إنها جت للملائكة، للملائكة سماهم ربنا أصحاب النار. اسمع يا سيدي، ايوه الله يفتح عليك، في سورة ايه؟ المدثر، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا الى اخر الايه. يبقى اصحاب النار هنا مين؟ ملائكة، الوحيدة في القرآن كله. طب كلمة صلاة، كل ما فيه كلمة صلاة معناها ايه؟ العبادة، مش كده؟ ورحمة، يعني كل ما فيه من صلاة فهو عبادة ورحمة. زي ايه؟ زي وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. واتكلمنا عن الصلاة في معانيها المختلفة، الدعاء، الصلاة، الرحمة، مش كده برضو؟ العبادة، الصلوات الخمس، مش كده؟ ما عدا موضع واحد بس الصلاة جت فيه بمعنى الأماكن. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يبقى الصلوات هنا بمعنى ايه؟ الأماكن. طيب كلمة عذاب، كلمة عذاب في القرآن كله، ولهم عذاب أليم ولهم عذاب مهين ولهم عذاب عظيم. كل كلمة عذاب معناها ايه؟ التعذيب، الإيلام والإيجاع بالتعذيب. ما عدا موضع واحد في القرآن معنى العذاب هنا الضرب. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة
من المؤمنين. يبقى وليشهد عذابهما هنا العذاب لا يشاهد، العذاب من حيث انه ايلام وتعذيب ووجع يشاهد ازاي؟ يبقى وليشهد عذابهما هنا مقصود بايه؟ الضرب، يعني وليشهد ضربه طائفة من المؤمنين. القنوت بالته معناه طبعا احنا قلنا القنوت هو لزوم الطاعة مع الخضوع، مش كده؟ يعني معناها الطاعة ما عدا موضع واحد بمعنى الإقرار، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون أي مقرون. لأن في ناس ما بتطيعش ربنا، فلو أنت جبت القنوت هنا بمعنى الطاعة إزاي؟ طب والكفار اللي ما بيطيعوش ربنا وهو هنا بيحصرها يقول وله من في السماوات والأرض كل حصر بقى له قانتون، هل طائعون كلهم؟ لا، يبقى قانتون هنا بمعنى ايه؟ مقرون، لانه الكافر وان انكر الالوهيه بلسانه وبقلبه فهو يسجد كرها بظله، زي ما ربنا قال لله يسجد لله ما في السماوات والارض طوعا وكرها، هما بس وظلالهم، مش كده برضو؟ طيب كلمة النكاح معناها ايه؟ التزوج، مش احنا قلنا كده؟ كل كلمة نكاح معناها ايه؟ اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كل كلمة نكاح معناها ايه؟ الزواج، ما عدا موضع واحد وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. المعنى هنا ايه؟ الحلم، معناه ايه؟ الحلم. كل كلمة نبأ بمعنى ايه؟ خبر. كل كلمة نبأ في القرآن بمعنى ايه؟ خبر. حتى سورة النبأ، سورة ايه؟ النبأ، عما يتساءلون عن ايه؟ عن النبأ العظيم، يعني عن الخبر العظيم الذي هم فيه مختلفون، الواقع بالساعة. كل ما فيه من نبأ فهو خبر إلا موضع واحد، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. الأنباء هنا مش الأخبار، ده كلام يوم القيامة. الأنباء هنا معناها ايه؟ الحجج، معناها ايه؟ الحجج. فعميت عليهم الأنباء يومئذ أي الحجج، خلاص ما مش عارف، مالوش حجة هيقول ايه. كل كلمة يأس فهي قنوط. قنوط، القنوط بالطه، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فكل كلمة يأس معناها القنوط إلا موضع واحد بمعنى العلم. شوف الفرق بقى، العلم. تصور كلمة يأس بمعنى العلم تيجي فين دي بقى؟ تيجي في سورة الرعد، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. معنى ايه دي؟ أفلم يعلم. ليه؟ لأن أصل شوف أصل الآية ايه؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. طبعا اليأس هنا بمعنى ايه؟ العلم. أفلم ييأس. فاضل لنا كلمتين ثلاثة ونقفل الدرس بتاع النهارده ونخش في موضوع جديد. الكلمتين بقى اللي جايين، كلمة الصبر. كل صبر في القرآن محمود. الصابرين، مش كده؟ والصابرين والصابرات، مش كده؟ الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، اصبروا وصابروا. كل صبر في القرآن محمود، محمود ما عدا لا لا لا، هم موضوعين ما فيش غيرهم الصبر فيهم مذموم. خد بالك، عندنا في سورة الفرقان بيقولوا ايه الكفار؟
إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. هل الصبر ده محمود؟ ادي واحدة. الثانية في سورة صاد: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هل الصبر ده محمود؟ دول الموضعين الوحيدين في القرآن اللي الصبر فيهم غيره محمود. طيب كلمة صوم، الصيام، معروف الصيام كل سنة وانتم طيبين، عن شهر الصيام. الصيام شرعا هو الامتناع عن المفطرات من الفجر الصادق الى غروب الشمس، واذا غربت الشمس منها هنا فقد افطر الصائم، مش كده؟ ما عدا موضع واحد في سورة ايه؟ مريم، بمعنى الامتناع عن الكلام. فكلي واشربي وقري عينا، يبقى تاكل وتشرب، خد بالك. فكلي واشربي، مش امتناع بقى عن الاكل والشرب. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طيب كل ما فيه الظلمات ونور بتعبر عن إيه؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فكل ظلمات وكل نور في القرآن، الظلمات تعبر بها عن الكفر، والنور يعبر به عن ايه؟ الايمان. ما عدا موضع واحد: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، دي في سورة الانعام، يبقى معناها الليل والنهار. خلاص. كل كلمة انفاق في القرآن بمعنى ايه؟ الصدقة، بمعنى الصدقة، مش كده؟ ما عدا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الإنفاق هنا مقصود به المهر. المهر أنتوا عارفين الحكم، الكافرة متجوزة كافر آمنت وهجرت، نعمل إيه؟ ندي لجوزها إيه؟ المهر اللي دفعه الله. يبقى الانفاق هنا بمعنى ايه؟ المهر. كل كلمة رياح في القرآن رحمة، وكل كلمة ريح عذاب. المفرد ريح والجمع رياح. كل كلمة رياح معناها رحمة، وكل كلمة ريح معناها عذاب، ودي لها تفصيل دي بالذات، لان في بعض 3 كلمات ما فيش غيرهم. الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، هذه واحدة. الثانية: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، هذه الثانية. مين يجيب الثالثة؟ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. اهي الثلاثة دول، ودول لهم كلام كبير قوي في باب هنا ان شاء الله نتكلم فيه، اسمه الجمع والافراد في القرآن. شيء مذهل لما تعرف متى جمع ومتى افرد، وليه اتكلم عن المفرد بصيغة الجمع واتكلم عن الجمع موضوع تاني. خلاص دلوقتي ايه؟ كل ما فيه من كسف بسكون السين عذاب، كسف بفتح السين قطع السحاب. خلاص دي ملهاش استثناءات بقى. كسفا من السماء يبقى ايه؟ عذاب. كسفا يبقى ايه؟ قطع من السحاب، بلا استثناءات دي. كل ما قال فيه ما أدراك فقد أدراه، وكل ما قال فيه وما يدريك فلم يدره، ما قالوش. خلاص بعد كده بقى ان شاء الله نتكلم بكرة عن امثلة بسيطة خالص للنظائر، وبعدين هنخش في موضوع كبير قوي اللي هو الحروف والظروف في القرآن. الحروف والظروف. نقدر نخلص النهارده النظائر دي مثلين 3 بالمرة. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12
عين. ادي مرة نضرب بعصاك الحجرة فانبجست، ها مش كده برضه؟ طيب خد بالك بقى، فألقاها فإذا هي حية تسعى وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعاقب. واحدة تانية ثالثة فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. دي أمثلة للنظائر اللي احنا كنا بنتكلم فيها، انه بيعبر عن الشيء الواحد بأكتر من ايه، من كلمة. فعبر عن عصاية موسى مرة بانها تعبان، مرة بانها جان، مرة بانها ايه، حية تسعى. عبر عن الحجارة مرة انفجرت ومرة ايه، انبجست. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه